انا عايزاكي تنسي اي خلطه جربتيها للممبار قبل كده، وتركزي معايا في الفيديو ده علشان هقولك على احلى خلطه ممكن تجربيها وتعملي بيها الممبار، وازاي تسويه تسويه مظبوطه. اول خطوه عندي هنا بقى علشان اعمل الخلطه دي، جبت كيلو من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس، وضفت عليه 3 بصلات كبار يكونوا مفرومين فرم خشن، بس ما يبقاش خشن قوي يعني. وكمان جبت حزمه من الكزبره الخضراء وحزمه من الشبت، برضو ضربتهم في الكبه وضفتهم عليهم. وبعدين جبت عندي هنا قرن فلفل حراق، ده اختياري، وكمان معاه واحد بارد، وفصين من الثوم، كل ده مضروب في الكبة وضفتهم على الخلطة بتاعة الرز والخضرة دي. وكمان عندي كيلو من الطماطم مضروبة في الخلاط ومتسبكة، ضفتها على الخلطة بتاعتي. والتوابل بقى ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، وكمان شطة، بس الكمون يعني نحط نص معلقة صغيرة مش كتير. قلبت الحاجات دي مع بعض والخلطة بقت جاهزة. جبت بقى الممبار يكون مغسول ومنقوع كويس ومتنضف، انا بنضفه وبشيله في الفريزر وبطلعه من الفريزر بنقعه تاني. المهم هو هنا كان مغسول ونضيف عندي. بدات ان انا احشيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حجم الممبار بيرجع لك حبه صغير او كبير، بيبقى زي ما انت عايزه. بعد ما حشيته جبت بقى حله حطيتها على النار، فيها ملح وكمون وفلفل اسود، وبدات ان انا انزل فيها بالممبار. اول ما بتنزليه في الميه بيبدا ان هو يصغر كده او يلم على بعضه، وسبته ساعه الا ربع يتسلق. وبعد ساعه الا ربع طلعته صفيته وقليته في زيت سخن. وبس كده هتكوني عملتي احلى ممبار بالخلطه الخطيره دي. عايزاكم تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسيف للفيديو ده.